المرجو دعم القناة عن طريق الضغط على لايك واترك في التعليقات. الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المغرب يتجه إلى سحب الثقة من ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية بسبب تصرفاته الحمقاء الأخيرة. فبعدما عرف ملف الصحراء المغربية تطورا كبيرا في تحديد ملامح الحل والذي يتجلى في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، وبعد اعتراف العديد من الدول الكبرى بمغربية الصحراء ودعم الحكم الذاتي، اختار دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة طريقا آخر بعيدا تماما عن الحل، وأجرى مشاورات مع دول معادية للمغرب وتدعم الحركة الانفصالية لجبهة البوليزاريو. وهذا الطريق الذي سلكه دي ميستورا عقد مهمته وانحرف بها عن التوجه للحل السياسي الذي زكته دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الدول المعنية كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لأنه كان من المفروض أن تتركز المفاوضات على تنزيل الحكم الذاتي كخطة أممية لإنهاء النزاع. ومع الأسف فقد ظل المبعوث الأممي يقدم إحاطات إخبارية بالأحداث دون تقديم حلول سياسية واقعية وعملية، وتبقى نوعية إحاطات السيد دي ميستورا عبارة عن إجراءات عادية وروتينية ومؤطرة قانونيا حسب جلسات مجلس الأمن، والتي بات يحددها بتقرير يتناول حالة المفاوضات التي يرعاها وبالتقدم المحرز فيها، وأخبار عن تنفيذ القرار 2703 وكذلك لتقييمه لمهام بعثة المينورسو والصعوبات التي تواجهها البعثة بسبب سلوك جبهة البوليزاريو الذي يخرق اتفاق إطلاق النار كل يوم. كما قدم الممثل الخاص للأمم المتحدة ألكسندر إيفانكو الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو إحاطته التي لخصت مستجدات الوضع الميداني المتعلق باختصاصات البعثة الأممية وسرد العراقيل والتحديات التي تواجهها البعثة الأممية من طرف جبهة البوليزاريو في أداء مهماتها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث أصبح هذا التقرير للبعثة أهم من تقرير دي ميستورا. ويبدو أن المبعوث الأممي وجد نفسه أمام واقع تجاوزه بكثير ولم يتمكن من استئناف المفاوضات منذ توقيفها سنة 2019. ويبقى السؤال المطروح هو بعد الحسم النهائي والعملي والواقعي لقضية الصحراء المغربية ماذا بقي للأمم المتحدة أن تضيف من حلول؟